النهاردة الحلو بتاعنا هنعمله في 10 دقايق بدون فرن، ونقدر كمان ناكله من غير ما ندخله التلاجة. أنا جربته في الحالتين، هنا لما دخل التلاجة وسقع وطعمه حلو قوي، وهنا لما كان لسه معمول وبرضه الطعم في منتهى اللذاذة. يعني نقدر ناكله في الحالتين، ونقدر نعمله في بولات أو كاسات بدل القالب على بعضه. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. معايا هنا بسكوت مكسراه كبير شوية. أنا استخدمت بسكوت لوتس، تمام، براند مصري. حطيت عليه نص كوباية من اللبن، عليها معلقتين من صوص الكراميل. هنركنه على جنب. هنجيب بولة هنحط فيها باكت كريم كراميل وباكت كريم شانتيه، وهنا هضيف إضافة اللي هي كريمة بزبدة الفول السوداني كانت عندي. نقدر طبعا نستغنى عن زبدة الفول السوداني خالص، بس أنا قلت أجرب التست مع بعضه هيبقى عامل ازاي. وهنضيف معلقة كده كبيرة من صوص الكراميل، وهنضرب بقى الخليط لحد ما يبقى كريمي كده، وبعدين هننزل بيه على البسكوت بتاعنا. الكلب ما شاء الله يعني استنى يدخل في قلب الوصفة. تمام، هنوزعه كده على البسكوت كويس. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والمتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. بعدين هضيف عليه صوص كراميل كده بشكل عشوائي، وبعدين هنظبطها بقى بالستيكس بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هضيف له اضافة تانية مكسرات المتوفر عندك، فول سوداني. أنا هنا حطيت عين جمل عشان كان عندي حبة. ممكن ما نحطش خالص، هو مش محتاج يعني، بس أنا قلت هيدي شكل لذيذ يعني في الآخر. بس وبقى الحلا بتاعنا جاهز في 10 دقايق وأقل كمان من 10 دقايق زي ما انتوا شايفين، وحرفيا طعمه في منتهى اللذاذة بجد. الميكس بتاع اللوتس والكراميل وزبدة فول السوداني حلوين قوي قوي مع بعض. بس طبعا زي ما قلت لكم نوع البسكوت اللي تحبيه عادي ضيفيه، وزبدة الفول السوداني مش أساسية في الوصفة. يلا سلام.